يا عم انت مستعمل نفسك كده ازاي اصلا؟ خبر ايه يا استاذ؟ مش عاجبينك في ايه؟ مش عاجبني فيه ولا طريقتك ولا لهجتك ولا لبسك يا عم. تروح بقى اتكل على الله، شوف حد شبهك اساله. طب بص بقى، انا هنقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودانك. اولا احنا كفلاحين عندنا اصول مش موجوده فيكم انتوا يا بتوع البندر، وما يصحش لما حد غريب يجي يسالنا على حاجه نرد بقله الذوق دي. عارف ليه؟ عشان دي بيكون عارف بلدني. عايز يفهمك حاجه، ده لولا في الحني وارضني وطني والبهايم بتاعتنا لا مؤاخذه ولا من غير لا مؤاخذه ما كانش يبقى ليكوا عزا في الدنيا، ولا كنت هتقدر تصحى الصبح تلاقي الخير اللي في تلاجتك. وزرعتنا اللي انت بتتريق عليها دي بتتصدر في العالم كله، واسم بلدك مصر بيترفع بسببنا احنا، واقل ارض عندنا اقسم بالله تشتري 100 واحد رخيص شبهك. واول واخر مره اشوفك بتتريقوا انتوا الاتنين على الفلاحين، لان انتوا فعلا كده اللي جهله.